اهلا بكم من جديد. عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني عن انزعاج دول الخليج من الزج باسم قطر الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي في تفاصيل جريمة تفجير الكاتدرائية المرقصية في القاهرة في 12 من هذا الشهر، واعتبر ذلك أمرا مرفوضا. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن موقف دول المجلس جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وأنها أدانت هذه الجريمة البشعة، كما أكدت تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، لأن أمن مصر من أمن دول المجلس. وأضاف أن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، وأكد على ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية. قالت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط إن عملا إرهابيا وراء سقوطها وتحطمها بعد إقلاعها من باريس في مايو أيار الماضي. وأضافت أن تقرير الطب الشرعي المصري أكد العثور على آثار مواد متفجرة في بعض رفات ضحايا الحادث. وقالت اللجنة إنها أحالت الأمر للنيابة بعدما تبين لها وجود شبهة جنائية وراء الحادث. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن السلطات الفرنسية قولها إن الوقت ما زال مبكرا للجزم بوجود عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة المصرية. ومعنا هنا في الاستوديو الزميل عبد الفتاح فايد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة. عبد الفتاح أهلا بك. مرحبا. ماذا يعني هذا الإعلان من جانب السلطات المصرية؟ في الحقيقة زين، يعني هذه اللجنة هي اللجنة الوحيدة المكلفة بالتحقيق في هذا الحادث. هذه اللجنة أكدت اليوم أن عثرت على، وهي التي شكلتها هيئة الطيران المصرية. شكلتها هيئة الطيران المصرية، نعم، لكن تضم ممثلين من مكتب تحقيقات حوادث الطيران في فرنسا، تضم ممثلين من شركة ايرباص باعتبارها الشركة المصنعة للطائرة التي تحطمت، إلى جانب دول أخرى أيضا ذات علاقة بهذا الحادث. وبالتالي نستطيع أن نقول أنها هي اللجنة الوحيدة المخولة بهذا التحقيق. المحققين الفرنسيين، تقرير الطب الشرعي قال أنه هنالك آثار مادة TNT شديدة الانفجار على بعض رفات الضحايا، لكن اللجنة خلصت إلى أن ذلك يعني أن هنالك عملا إرهابيا. كيف ربطت هذا بذاك؟ وجود مادة TNT بالتأكيد هو يؤشر على وجود مواد متفجرة على متن الطائرة. اللجنة أكدت أن الحريق الذي اشتعل في بعض أجزاء الطائرة لا ينفي وجود هذه المادة المتفجرة. حتى الآن هذا الأمر لا نستطيع أن نقول أن السلطات الفرنسية نفته تماما أو قبلته. رد الفعل الفرنسي في الحقيقة الرسمي نستطيع أن نقول صدر عن السفارة الفرنسية في القاهرة، يقول أنها ستتعاون مع السلطات المصرية، بل إنها أيضا ترحب، بدا من بيانها ترحيبا بهذه النتيجة، لأنها قالت أن ذلك يعني تسليم رفات الضحايا الفرنسيين في الذين لم تستلمهم فرنسا حتى الآن، لأنهم كانوا في مصلحة الطب الشرعي تقوم بإجراء هذه. هل سمح للمحققين الفرنسيين بحضور تشريح هذه الجثث أو الاطلاع على هذه الجثث حينما أو هذه الرفات حينما تم استخلاص أن بها آثار مواد متفجرة؟ بالتأكيد المشاركون في لجنة التحقيق من المؤكد أنهم شاركوا في ذلك. وبالمناسبة زين، صحيفة لوفيغارو الفرنسية كانت قد ذكرت قبل ذلك نقلا عن محققين فرنسيين أنه تم العثور على مادة TNT على حطام الطائرة. هذا الحطام هناك أجزاء منه أيضا في فرنسا، وبالتالي هذا الأمر ليس جديدا في الحقيقة، لكن الجديد فيه أن يعلم بشكل رسمي وعلى لسان لجنة التحقيق وفي تقرير رسمي للجنة التحقيق. هنالك قنبلة وضعت على الطائرة، لكن حتى الآن لا يمكن لأحد أن يزعم أين وكيف تسربت هذه القنبلة إلى الطائرة التي قبل أن تحط في باريس وتقلع منها إلى مصر زارت تونس وزارت إريتريا. لم يقل هذا التقرير أن القنبلة وضعت في أي مكان.
بالتأكيد. يعني التقرير أولا هو لم يخلص عن إلى أن القنبلة هل كانت قنبلة، ما هو شكل المواد المتفجرة التي كانت على الطائرة، وبالتالي لم يصل إلى النتيجة النهائية. التحقيقات ما تزال مستمرة بالتأكيد. عبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية في الجزيرة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة قدمنا لكم من قناة الجزيرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. في عالم تشح فيه الفرص، كل لحظة هي بداية تحديات ونهاية قصص. خطوة واحدة يمكن أن تصنع الفارق، فلكي نتمكن لابد أن نحاول، لابد أن نبادر ولا ننتظر. اترك بصمتك في نفوس من حولك، فضوء الأمل يمر عبر أصغر الشقوق. آن الأوان لتخطو خطوتك إلى الأمام وتأخذ زمام. ومعنا من طهران حسين ريوران، الباحث المختص في الشؤون الإقليمية. سيد حسين، ما هي حقيقة الموقف الإيراني من اتفاق حلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيران موقفها هو لا يتمايز عن الموقف السوري. عادة ما يعلن المسؤولون الإيرانيون أنهم مع الشرعية في سوريا ويدعمون مواقف الحكومة السورية. يعني هذا التطابق هو يأتي يعني ضمن إطار أن إيران لا تريد أن تكون لها موقف متمايز بعكس روسيا. روسيا لها موقف قد يكون في بعض الأحيان مختلف، ولكن إيران لكن في هذه المسألة بالذات سيد حسين، في هذه المسألة بالذات في اتفاق حلب كان الروس موافقين، وكان ممثل النظام السوري موافقا على الاتفاق، ويقال إن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة في حلب هي التي اعترضت. يعني أولا النفي الرسمي جاء وقال أن هذا غير صحيح، هذا أولا. ثانيا أن يعني تصريحات الكثير من المسؤولين السوريين يعكس أن عدم الرضا عن الاتفاق هو كان من الجانب السوري، وبما أن إيران تدعم المواقف الرسمية السورية فيكون الموقف الإيراني ضمن إطار الموقف الرسمي السوري. ليس لإيران موقف متعارض مع الحكومة السورية، لا في هذا الاتفاق ولا في أي اتفاق سبقه. لكن ما أفاد به مراسلنا من أنقرة عن 4 اتصالات هاتفية بين وزيري الخارجية التركي والإيراني يشي بأنه كانت هناك اعتراضات إيرانية، وأن الموافقة الإيرانية في النهاية هي التي جعلت الاتفاق يمر. يعني إيران حاولت أن تلعب دور يعني الوسيط مع الحكومة السورية. نعم، تركيا طلبت من إيران أن تقوم بهذا الدور، وإيران حاولت يعني في هذا الإطار، والاتفاق الذي جاء هو نتيجة جهود جماعية ساهمت إيران أيضا فيها. وأتصور أن هذا النجاح الدبلوماسي يمكن أن يحسب لروسيا وتركيا وإيران وكل الأطراف، ويمكن أن يؤسس لحالة جديدة أيضا يعني في القضايا القادمة في الأزمة السورية. لكن هذا ما سميته النجاح الدبلوماسي رغم يعني ما يظهره من إنقاذ لأرواح أناس كانوا محاصرين، لكن هو في البعد الإنساني كان له جانب سلبي آخر، اقتلاع ناس من بيوتهم ومن أحيائهم حيث وجدوا من عشرات السنين، اقتلعوا ويعني أرسلوا إلى مناطق بعيدة.
يعني هو الاقتلاع هذا لم يأتي يعني بصورة قسرية، يعني هناك من تطوع للخروج من هذه المناطق. لا أتصور أن الحكومة السورية يعني طالبت البعض بإخلاء هذه المناطق. من يريد أن يذهب إلى مناطق أخرى هو حر في هذا الخيار. من هنا الطريق مفتوح في يعني من يريد أن يغير هذا الموقع، ولكن من يبقى في موقعه وفي بيته لا أتصور أن أحدا يمكن أن يعترض عليه أو يحاسبه لأنه كان في منطقة يعني تشرف عليها المعارضة. كما أن المناطق الأخرى التي يعني سبق وأن سيطرت عليها الحكومة هي يعني لم تتعامل بسلبية مع من بقوا في بيوتهم وأحيائهم. شكرا لك حسين دريران، الباحث المختص في الشؤون الإقليمية من طهران. ومعنا من موسكو ديمتري بابيتش، المحلل السياسي في وكالة نوفوستي الروسية للأنباء. سيد بابيتش، هل كان هناك خلاف مع الإيرانيين والميليشيات التابعة لهم في سوريا حول اتفاق حلب أم لا؟ Well, I hope the agreement will work because actually it seems to me that several major players in the region they want to end this terrible situation. And there are even some shifts in the الكارثة الإنسانية في المنطقة. وأيضا الرئيس أردوغان يفهم أنه قام بخطأ قبل سنوات لأنه تدخل في الأزمة السورية، وتركيا عانت بشكل كبير لأنها شهدت الكثير من الهجمات الإرهابية، وأيضا روسيا عانت بشكل كبير، وتركيا تريد أن تخرج من هذه الحرب. سيد بابيتش، أنت ذهبت في اتجاه آخر. أنا سألتك عن يعني وجود خلاف إيراني روسي حول الاتفاق، هل كان هناك خلاف أم لا؟ I don't think there are any major disagreements. لا أعتقد أن هناك خلافات كبيرة ما بين روسيا وإيران في هذا السياق. إذا نظرنا لأهداف روسيا وإيران في سوريا هي متشابهة. إيران تريد منع إقامة دولة إسلامية، ونفس الشيء بالنسبة لروسيا. الطرفان مهتمان بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. هناك بعض الأمور التفصيلية الصغيرة. نعم، ما هو سبب حرص روسيا على إنجاز هذا الاتفاق وبالسرعة يعني التي أنجز بها، وإلى من توجه هذه الرسالة وهذا الإنجاز؟ Well, if you look at all of Russia's actions إذا in the نظرنا إلى last كل few عمليات years, روسيا they في were not السنوات so القليلة primitive الماضية as لم the Western تكن media presented them. بدائية Russia كما does كانت not وسائل insist الإعلام الغربية 100% تصور ذلك. on روسيا لا Syria تركز staying the same as بشكل it was كبير under الإبقاء Hafez al-Assad بسوريا or in the كما first كانت، years of والتمسك Bashar's rule. بالأسد والتمسك بما كانت عليه سوريا في السنوات الأولى لحكم الأسد. روسيا تريد أن يكون هناك إجماع سوري حول كيفية إدارة بلادهم، وكانت روسيا دائما تتوجه لوقف الأعمال العدائية، وأعتقد أن إيران تريد نفس الشيء. لكن هناك من قد يرى في هذا الاتفاق محاولة روسية لدفع الاتهامات عنها في أنها كانت سبب في معاناة سكان حلب طوال الأسابيع الماضية من خلال عمليات القصف بالطيران الروسي هناك. ما مدى صحة ذلك؟ Well, of course, when you have a civil war, عندما there is a lot تكون of حرب cruelty, and مدنية in هناك general, الكثير civil من wars are much البشاعة، more cruel than wars between nations. والحرب الداخلية هي أبشع من الحرب ما بين دول مختلفة. إذا هناك لا أعتقد أن كان هناك إخلاء لبعض المناطق في الماضي، ولا أعتقد أنه منح في الماضي للمعارضة
لأسرهم لعوائلهم. لا أعتقد أنهم منح لهم في الماضي هكذا فرص لمغادرة هذه المدينة المنكوبة. إذن في تقديري نعم كانت هناك بشاعة كبيرة في حلب، ولكن كانت البشاعة من الطرفين. وهنا لن أتفق مع المراقبين الذين سينتقدون فقط روسيا والجيش السوري. شكرا لك ديمتري بابيتش المحلل